السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعيني الكرام ومتابعي قناة أبراج اليوم للتوقعات اليومية. اليوم هنعمل برج العذراء بتاريخ 22/12/2025، وهنشوف طاقتك غدا وتوقعاتك على جميع الأصعدة، على الصعيد العام والعملي والمالي والعاطفي والصحي والدراسي. ما تنسوش حبايبي عمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا منكم ليصلك كل ما هو جديد أصحاب برج العذراء. على الصعيد العام، العذراء دلوقتي حاسس بطاقة متجددة حواليه، في إحساس داخلي إنك قادر تحل أي مشكلة وتواجهها. كل خطوة هتعملها النهاردة محسوبة بعناية، ومهما كانت الصعوبات عندك صبر وهدوء داخلي يخليك تتجاوز أي موقف بسهولة. الفترة دي مناسبة جدا لتقييم علاقاتك ومكانك في حياتك بشكل واقعي ومن غير وهم. كمان هتلاحظ بناس حواليك بيتصرفوا بشكل غير متوقع، وده فرصة لمعرفة مين اللي فعلا يستحق الثقة. وانت دلوقتي قادر تفرق بين المصالح الشخصية والعلاقات الصادقة. فهمك للآخرين دلوقتي أعظم وأدق، وكل موقف صغير هيعلمك درس مهم يعزز وعيك الداخلي ويخليك هادي في اتخاذ قراراتك. الفترة دي مناسبة لإعادة ترتيب أهدافك وأولوياتك. أي خطوة محسوبة دلوقتي هتديك نتائج أكبر على المدى الطويل. لازم تتجنب التسرع أو أي قرارات عاطفية مؤقتة، وكل تجربة صغيرة بتخليك أكتر وعيا بنفسك وبقدرتك على مواجهة أي تحدي. العذراء محتاج يوازن بين طموحه الشخصي ومتطلباته المحيطين بيه. أي اختبارات بسيطة دلوقتي هتخليك تحدد أهدافك بشكل أفضل. هتتعلم تحط حدود لنفسك وتعرف تقول لأ من غير شعور بالذنب، وده كله هيدعم قوتك النفسية وثقتك بنفسك في الأيام القادمة. رسالة الصعيد العام بتقولك يا عذراء كل خطوة محسوبة دلوقتي هتخليك مستعد لأي موقف. التركيز على نفسك وعلى أهدافك الشخصية هيدي نتائج ملموسة، وأي حيرة دلوقتي هتتحل بالوعي والصبر. الفترة دي فرصة لبناء أساس قوي لمستقبلك. أما على الصعيد العملي، عمليا العذراء محتاج يركز على تنظيم وقته بشكل أفضل. أي مشروع جديد لازم تخطط له بدقة. الفترة دي هتديك فرصة لتثبيت نفسك وتظهر مهاراتك بشكل أوضح، والأهم إنك هتقدر تتحكم في أي ضغط أو تحديات بشكل هادي ومدروس. كمان لو في زملاء بيحاولوا يضغطوا عليك أو يستفيدوا منك، خليك هادي وتعامل معاهم بذكاء. مش كل نقاش محتاج يتحول لصراع. القدرة على إدارة الطاقة النفسية دلوقتي هتخليك تحقق أهدافك بدون استنزاف نفسك. في فرصة مهنية لكن محتاجة تقييم دقيق منك. أي خطوة غير محسوبة ممكن تبوظ مجهودك. ركز على التفاصيل الصغيرة واستثمر وقتك في الحاجات اللي هتفيدك على المدى الطويل، والتخطيط دلوقتي مفتاح النجاح. مهاراتك في التواصل دلوقتي في أفضل حالاتك، كل كلمة بتقولها ليها وزن كبير، والقدرة على التعبير بوضوح وبهدوء هيساعدك تحافظ على مكانك وتوصل لأهدافك بدون توتر أو خلاف. الفترة دي هتخليك أكتر تأثير في أي محيط عملي. رسالة الصعيد العملي بتقولك يا عذراء النجاح مش بس تعب ومجهود، لكن ذكائك في اختيار الوقت والطريقة الصحيحة للتحرك. كل خطوة مدروسة هتديك أفضل النتائج. أما على الصعيد المالي، ماليا العذراء محتاج يكون واعي بمصاريفه أكتر من أي وقت فات. أي صرف عشوائي دلوقتي ممكن يزود ضغطك. التنظيم المالي هيخليك تحس بالأمان والاستقرار، وتقدر تحدد حاجاتك الضرورية والحاجات اللي ممكن تنتظر. كمان في فرصة مالية صغيرة ممكن تكبر لو تعاملت معاها بصبر وتخطيط. أي اندفاع هيبوظ مجهودك. الفترة دي مناسبة لإعادة تقييم مصاريفك والاستثمار في الفرص اللي فعلا هتفيدك. لازم توازن بين رغباتك في الرفاهية واحتياجاتك الأساسية. الانضباط المالي دلوقتي هو سر راحتك النفسية والاستقرار على المدى الطويل. لو عندك التزامات مالية رتبها خطوة خطوة بدون استعجال. أي تراكم ممكن يسبب ضغط، لكن التنظيم والصبر هيساعدك تتجاوز أي صعوبة بسهولة وهدوء، وانت دلوقتي قادر توصل لأي هدف مالي بدون توتر. رسالة المال بتقولك يا عذراء كل خطوة صغيرة محسوبة دلوقتي هتخليك مستقر ماليا بكرة. التخطيط الواقعي للفلوس هيوفر لك راحة كبيرة، وانت دلوقتي بدأت تفهم أهمية الاهتمام بكل تفاصيل مواردك المالية. أما على الصعيد العاطفي،
العذراء دلوقتي محتاج يركز على نفسه قبل أي علاقة. الفترة دي مناسبة لتقييم مشاعرك الحقيقية. أي خطوة محسوبة هتخليك تدخل أي علاقة بوعي أكبر وهدوء داخلي أكتر، وتعرف تحافظ على طاقتك العاطفية. لو مرتبط يا عذراء، ركز على التفاهم والاحترام بدل أي خلاف. الفترة دي هتخليك تقيم العلاقة بشكل ناضج وتتعامل مع أي موقف صعب بحكمة. ده هيخلي العلاقة أقوى وأكتر استقرار. ولو عازب يا عذراء، الوقت مناسب للتأمل ومعرفة الأولويات في شريك حياتك. مش محتاج رومانسية سطحية، دلوقتي محتاج علاقة متوازنة فيها تفاهم واحترام للطرفين. الفترة دي هتخليك أقرب لنفسك واحتياجاتك العاطفية. كمان في شخص قريب منك لكن متردد، وانت دلوقتي فاهم ان الصبر احيانا افضل من اي اندفاع. المراقبة والفهم قبل اتخاذ اي خطوة هيوفر لك اي خيبة امل، وهيساعدك تعرف مين فعلا يستاهل وقتك ومجهودك. رسالة الحب بتقولك يا عذراء، العلاقة الصحية هتديك طاقة وسعادة حقيقية، مش إرهاق ولا ضغط. الفترة دي للتجهيز النفسي قبل أي التزام، وأنت قريب جدا من النوع ده حتى لو لسه مش باين رسميا. أما على الصعيد الصحي، صحيا العذراء محتاج يراقب جسمه بعناية. الإرهاق النفسي بينعكس بسرعة على الجسم، والمجهود الكتير محتاج تعويض من الراحة والتغذية السليمة. النوم المنتظم دلوقتي أساسي جدا. أي تأخير هيأثر على نشاطك وتركيزك، والنظام هيديك طاقة مستمرة ويخليك أكتر قدرة على التحمل خلال اليوم. كمان الأكل الصحي والمية مش رفاهية، ده أساس طاقتك اليومية ومزاجك، وأي إهمال بسيط هيخلي جسمك ومزاجك يتأثروا بسرعة. خلي اهتمامك بصحتك أولوية. كمان المشي هيفرق في طاقتك ومزاجك، وده هيساعدك تواجه ضغوط الحياة بسهولة أكبر وتحافظ على نشاطك العقلي. رسالة الصحة بتقولك يا عذراء، أي خطوة صغيرة لاهتمام بنفسك دلوقتي هتحسن كل جوانب حياتك. الانتباه لصحتك هديتك قوة وطاقة تواجه أي تحدي يومي بدون تعب. أما على الصعيد الدراسي، العذراء عنده طاقة كبيرة للتعلم، بس محتاج ترتيب أفكاره وتنظيم وقته بشكل دقيق علشان المعلومات. التخطيط دلوقتي مفتاح التقدم والنجاح، ولو بتدرس أو بتتعلم مهارة جديدة، مجهودك العلمي هيثبت المعلومات أكتر من الحفظ، وكل تجربة هتقوي مهارتك وقدرتك على الاستيعاب بشكل أوضح. كمان الاستمرارية أهم من السرعة يا عذراء. كل خطوة صغيرة وثابتة دلوقتي هتقربك جدا من هدفك الكبير، وانت دلوقتي قادر تتابع بشكل منظم وهادي بدون ضغط أو استعجال. رسالة الدراسة بتقولك يا عذراء، التزامك وتنظيمك دلوقتي هيوصلك لأي هدف بتسعى إليه. خليك مركز ومستمر. ودي كانت توقعاتك يا عذراء النهاردة. انتظروني مع فيديو آخر وتوقعات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.